بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلم عن ماتش الاهلي وسيراميكا. ماتش الاهلي وسيراميكا الحقيقه هيبقى صعب على الفرقتين، لان سيراميكا عنده غيابات كتيره واصابات، والاهلي عنده ضغوط على لعيبته بشكل كبير جدا. هو بيقول لك تعالى وريني بقى اداء النجوم اللي كانوا مع المنتخب مع الاهلي. فطبعا في ضغوط كبيره على اللعيبه. يمكن اللي هيخفف الضغوط دي شويه انه نادي سيراميكا عنده صفات مؤثره وقويه جدا. هيبقى في مشكله بالنسبه لسيراميكا في الماتش ده، وانا اتصور ان الماتش يعني نسبيا سهل بالنسبه للاهلي، بس تحط التشكيل صح. يعني لو مجرد تحط تشكيل صح، افتكر انه اللعيبه عندها الحافز وعندها الدوافع انها تفوز الماتش ده، ومساله مش هتبقى صعبه على الاهلي. وخصوصا انه علي ماهر من المدربين اللي ما بيلعبوش على التعادل. لازم بيبقى عندهم نزعه هجوميه حتى لو متوازنه، يعني نزعه هجوميه موجوده، وبيبدا اللعب من تحت. واخطاء محمد بسام كتيره جدا، يعني حارس المرمى محمد بسام اخطاءه كتيره جدا. فاي ضغط من الخط الامامي بتاع الاهلي هيسبب مشكله كبيره جدا لسيراميكا. وسيراميكا من الواضح انه هيلعب بالبودلة تقريبا. في كلام كمان على انه عايزين نشوف بقى اجتماعات ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع اللعيبه اسفرت عن ايه، لان الناس مستنيه النهارده. الكلام كل يوم والتاني انه ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بيجتمعوا باللاعبين، ياسين منصور بيحفز اللاعبين، هيدي فلوس للاعبين. طب النهارده عايزين نشوف ده، فالناس مستنيه والجمهور مستني الحقيقه، عايزه تشوف اداء قبل فوز، لان الفوز على سيراميكا اتصور انه سهل. والماتشين الاولانيين سيراميكا وسموحه ماتشين فيصليين جدا في مسيره الدوري بالنسبه للاهلي، لانه مش بس 6 نقط. الاهلي ولاعيبه الاهلي مطالبه تطمن الجمهور على الاداء. ده مهم جدا جدا بالنسبه للجمهور. واتصور انه يعني الماتشين كمان في المتناول، يعني في في كمان قبل ماتشات بيراميدز والزمالك طبعا. في كمان عرض لشوبير من الاهلي انه عايز يجدد له. مصطفى شوبير تم تفخيم وعمل هاله اعلاميه كبيره جدا ليه، وبالتالي الولد قال لك انا عايز مليون دولار. يعني ما هو النهارده الميديا كلها بتتكلم على عقود اعتراف لشوبير، عقود اعتراف لشوبير. طيب هو كمان عايز يجدد للاهلي مليون دولار. يعني اتصور انه يعني رقم مش كبير، يعني لانه هو شايف الارقام اللي حواليه برضه. يعني مصطفى شوبير كان بياخد 5 مليون جنيه، السنه دي بياخد 5 مليون جنيه، من 5 ل 50 بقى اضرب في 10 على طول. الاهلي هيبقى فيه مطالبات كتيره. وفي كلام كمان عن انه بن شرقي زعلان. بن شرقي وله حق يزعل، لانه الكلام واضح انه ابراهيم عادل جاي. ابراهيم عادل بيلعب وينج شمال، بن شرقي بيلعب وينج شمال. طبعا معتروف بيلعب وينج يمين عادي، بس هو مكانه وينج شمال، ده مكان تريزيجيه ومكانه. فالنهارده لما تجيب له ابراهيم عادل، فهو قال لك طب انت كده بتمشيني، يعني انت جايب ابراهيم عادل عشان يلعب، طب وتريزيجيه بيلعب مكاني وانا باخد لي شوط، اخد لي نص شوط، اخد لي العب شويه يمين وشويه شمال. طب انت بقى كده مش هتلاقي لي مكان. فبن شرقي ازمه في الاهلي. وعلى فكره ما حدش يستنى من بن شرقي اداء، ما حدش يستنى من بن شرقي اداء، لانه مش هيأدي. هو الولد نفسيا متدمر، وهو عارف انه 3 4 ماتشات او 5 ماتشات او 6 ماتشات اللي باقيين وهيمشي، فبالتالي مش هيدي. فدي ازمه، وازمه مش صغيره. في كلام كمان عن ان الاهلي عايز محمود صابر بعد وجوده في المنتخب وبعد ماتش السعوديه. بيفكر في محمود صابر كوسط مهاجم، وبالتالي يعني انا اعتقد ان هو ده هيبقى بديل، او تفكير الاهلي فيه بديل لامام عاشور لو الازمه بتاعت امام عاشور ما اتحلتش، ولو امام عاشور اصر انه يمشي. فبالتالي هيبقى في مشكله هنا. هو كان متارجت حامد حمدان، بس حامد حمدان راح بيراميدز. الازمه كمان انه محمود صابر بيلعب في زيد، بس بيلعب اعاره. يعني محمود صابر اصلا على ذمه بيراميدز، فالاهلي محتاج يتفاوض مع بيراميدز وياخد منه محمود صابر. فده يعني صعوبه كبيره جدا. لكن اتصور انه ممكن حلول. يعني بيراميدز على فكره لو هياخد لعيب من الاهلي مثلا كبادره حسن نيه، ممكن هيتعاون مع الاهلي عادي.
لكن انا بشوف انه ازمات الاهلي الحقيقه لازم تتاجل لغايه نهايه الموسم. في ازمات كبيره جدا في اوضه اللبس وفي العروض وفي رغبه الصفقات الجديده والناس اللي الاهلي عايز يستغنى عنها. في رعب في اوضه اللبس، في مشاكل كتيره جدا بس لازم تتاجل. هل سيد عبد الحفيظ وياسين منصور يقدروا ياجلوا كل الازمات دي لما بعد الدوري؟ ده سؤال اتصور هنشوفه في الملعب في ماتش، تحديدا في ماتش سيراميكا وسموحه. هيبان لو في اداء قوي وفي حميه وفي حماس وفي قتال في الملعب يبقى نجحوا. لو ما فيش يبقى زي ما احنا، زي ما احنا يا حبيبي، زي ما احنا. شكرا جدا ليك.